أنت بتقبض على شغلك والّا على وقتك والّا على الاتنين؟ طب لو دول أمانة، بتعاملهم كده؟ خلّينا نكون صريحين، شوية على السوشيال ميديا، مشاوير جانبية أحيانًا، شغل جانبي من لابتوب الشركة، وفي بعض الأحيان حضور جسدي وغياب ذهني، ونرجع نقول ما كُلّه بيعمل كده، أنا باخلّص شغلي. يا عم هي الشركة مش بتكسب منّي؟ وفي ناس تقول على قد فلوسهم. بس السؤال مش مين بيعمل إيه، السؤال أنت واخد الفلوس على إيه؟ أوقات بنقيس الموضوع بالإنتاج، إذا حققت التارجت تمام، أنا سلِّمت قبل الميعاد تمام، بس العقد والاتفاق اللي ما بينك وما بين الشركة مش بس على النتيجة، العقد فيه وقت كمان، وكل دقيقة بتاخد عليها مقابل هي مسؤولية. في آية في القرآن الكريم بتقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد مش مجرد ورقة، العقد التزام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانت راعي في وقتك وشغلك ومسؤول عنه. الموضوع مش انك تبقى روبوت ولا انك ما تاخدش راحة، الموضوع انك تبقى واضح مع نفسك. هل انا بدي الوقت والمجهود اللي انا باخد مقابله فلوس، ولا بحاسب على نتيجة بعدي وقت وخلاص؟ الثقة بينك وبين مكان شغلك مبنية على الأمانة مش على التحايل. من بكرة ابدأ اسأل نفسك آخر اليوم: أنا لو صاحب الشركة دي كنت هرضى عن استخدامي لوقتي وعن مجهودي في اليوم ده؟ لو الإجابة لأ، راجع نفسك قبل ما حد يراجعك. الأمانة مش فلوس، الأمانة وقت. أنا محمد أبو حميد، الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.